في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ المشوية في القلاية الهوائية. تتبيلة بسيطة جدا جدا بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، وهتطلع مش زي الجاهزة، ده هتطلع احسن من الجاهزة بكتير قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة كده معايا هجيب القلاية الهوائية بتاعتي. حجم القلاية دي 8 لتر. هجيب ورقة زبدة خرمها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هجيب هنا معايا فرختين. وزن الفرختين دول كل واحدة وزنها 300 كيلو 350 جرام. تمام. انا المقطع بتاع التتبيلة ده معلش اتحذف مني، بس انا هقول لكم على التوابل كده بسرعة، وهي سهلة جدا جدا ما فيهاش اي افتكاسات يعني او اي حاجة. هنجيب بصلاية كبيرة مبشورة، وثلاث حبات وسط من الطماطم، ومعلقة صغيرة مليانة فلفل اسود، معلقة صغيرة ممسوحة أوريغانو أو ريحان مجفف، ومعلقة صغيرة من الملح، وثلاث معالق كبيرة من الزيت. تمام. هقلب التتبيلة دي كويس جدا وادعك بيها الفراخ. وقبل ما نعمل الفراخ هنمسك الفراخ ونجيب سكينة ونعمل فتحات كده في الدبابيس بالسكينة عشان التتبيلة تدخل فيها. وطبعا الفراخ دي مغسولة بالليمون، وطبعا انتوا شايفين بذور الليمون على الفراخ كده من الغسيل من الليمون. انا ما عصرتش ليمون على التتبيلة، انا غسلت الفراخ بملح ودقيق وليمون عشان اي زفارة تروح من الفراخ. تمام كده. هجيب بقى الفراخ بتاعتي ارصها في القلايه واحطها زي ما انتم شايفين كده، واشغل القلايه على برنامج الدجاج، اللي هو فيه برنامج كده مرسوم عليه دبوس، احنا هنضغط عليه، والحراره هتبقى على 180، احنا هنعملها على 170 عشان تستوي براحتها. تمام. وهتقعد معانا حوالي تلت ساعه. نفتح على الفراخ بعد تلت ساعه نشوف الفراخ اتحمرت شويه، نقلبها على الناحيه التانيه. انا كده سبتها تتحمر شويه، وبعد كده يعني سبتها 10 دقايق كمان. يعني كده قعدت في اول مره حوالي نص ساعه لحد ما اتحمرت كده. بعد كده قلبت الفراخ على الناحيه التانية، وهشغل برضو البرنامج برضو على تلت ساعه الاول، وبرنامج الدجاج وعلى 170. وعايزه اقول لكم ان احنا نسيب الفراخ في التتبيله حوالي 3 ساعات اقل حاجه. ممكن نسيبها كمان من بالليل لحد الصبح، نعملها من بالليل ونسيبها في التلاجة. هتبقى التتبيله هتدخل في الفراخ وهتبقى طعمها كمان تحفه جميله جدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ تتبيله بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. ممكن نقدر نستغنى عن الاوريجانو او الريحان مجفف لو ما توجدش، بس هو موجود عند اي عطار عادي يعني مش مشكله. ونكتفي بالفلفل الاسود والبصل والحاجات دي. بتبقى التوابل البسيطة بتخلي طعم الفراخ بتوديه في حتة تانية خالص. جربوها والله هتعجبكم جدا جدا. ولو كمان مش متوفر عندنا قلاية، ممكن نعمل التتبيلة دي وندخلها الفرن عادي جدا جدا. نحطها على الشبكة اللي في الفرن وخلاص على كده. يا ريت فيديو النهارده يكون خفيف على قلبكم وعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واشوفكم على خير قريب في فيديو جديد.